اشترك بالقناة ربي يوفقك، اشترك بالقناة ربي ييسر أمرك، إن شاء الله يا رب كل شخص يتفاعل ويانا ربي يفرج همه ويقضي دينه. في هذا الفيديو نتكلم عن المباراة بين الشباب والنجمة. لايك واشتراك صديقي، وتعالوا ويانا نتحدث عن الجولة 34 والأخيرة من الدوري السعودي للمحترفين بالمسمى الجديد دوري روشن على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية الذي يتسع لقرابة 30,000 مشجع. يلتقي اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو الجاري الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. راح نتكلم عن آخر المواجهات التي جمعت الفريقين وانتهت بالتعادل بين النجمة والشباب. لم يتواجها كثيرا في الدوري السعودي، بالإضافة إلى ذلك نادي الشباب في آخر مواجهاته لديه أخواني أصدقائي انتصار وتعادل وثلاث هزائم. بالإضافة إلى ذلك نتكلم عن نادي النجمة الذي لديه أخواني أصدقائي 3 هزائم وتعادلين. طبعا النجم الذي هبط رسميا في المركز 18 برصيد 13 نقطة، الشباب في المركز 13 برصيد 35 نقطة. أخواني أصدقائي الأعزاء، النجم يعتبر أضعف خط هجومي وأضعف خط دفاعي في الدوري، الشباب أفضل حال منه الذي ضمن البقاء رسميا في الدوري السعودي. بداية الأمور تشكيلة نادي النجم المتوقع واختيارات المدرب نيستور المايسترو المدرب الصربي. براغ البرازيلي في حراسة المرمى، أمامه الرباعي أسباعي والعيسى وآلفتيل وسوزا البرازيلي. في الوسط أطليحي ودوران ودونجا المصري والحرابي. أمامهم في الهجوم كاردوسو البرازيلي وعلي جاسم العراقي الذي هبط رسميا نادي النجمة إلى الدور يلو. أما اختيارات المدرب الجزائري نور الدين بن زقري، قروي في حراسة المرمى والثاني على اليمين وبعبيد على اليسار، قلبي الدفاع هوديت والبليهي، ثلاثي الوسط الارتكاز برانويلو وسيرو وعدلي، أمامهم في المقدمة الهمامي وكارسكا وكمارا. كما نعرف أخواني أصدقائي عبد الرزاق حمد الله تم استبعاده من تشكيلة نادي الشباب حتى نهاية الموسم، والأمور تتجه إلى فسخ العقد رسميا بين المغرب الساطي عبد الرزاق حمد الله ونادي الشباب السعودي. للأسف نهاية لم نكن نتمناها كذا تكون المباراة. نرجع نذكر بموعدها، والقنوات الناقلة راح تكون منقولة عبر قنوات 8 وتطبيق 8. بالإضافة إلى ذلك أخواني أصدقائي الأعزاء، نتكلم ونتحدث عن مباراة قوية، مباراة مهمة راح تكون بين الفريقين، كلاهما يبحث عن انتصار يختم فيه الدوري، رغم انه الانتصار لا يغني ولا يسمن من جوع. اخواني اصدقائي الاعزاء، المباراة اليوم الساعة 9 مساء بتوقيت مكة المكرمة. لايك واشتراك على الفيديو صديقي، ولكم منا كل المحبة والاحترام والتقدير، وشكرا لكم.